والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله المظلومين المنتجبين صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الزهراء صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن الزهراء والمرتضى يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا ليتنا كنا معكم سادة فنفوز والله فوزا عظيما يوم ألمت به الدنيا غوائلها وحكمت في قضايا الدين أوثانا قصيا ونحت هاشما وأبات إلا الضلال وأدنت من لها دانا وحاربت أحمد المختار خيرتها واستأصلت فرعه شيبان وشبانا وأضمرت لعلي حين طلقها طلقتك ثلاث لا رجعة فيك أي دنيا هذه أحمد المختار خيرتها واستأصلت فرعه شيبان
وشبانا وأضمرت لعلي حين طلقها عقدا وللبضعة الزهراء أضغانا وجرعت حسنا من صافها قصصا غصت لها لهوات الدار أشجانا وجهزت لحسين جندها وعدت حتى قضى خطاب عطشانا وشتتت آله من بعده فرقا وين ما تروح تلقى قبر ها وشتتت آله من بعده فرقا في كل ناحية مثنى ووحدانا لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة لم أنس زينب من بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها نياحها يا كالمعصرات تصب الدم عقيا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يا يحمي حمانا ومن يأوي يتامى من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايا عذرا يا صاحب الزمان ويل الفرات أباد الله غامره يا
رد وارده بالرغم الأخفايا يا نار لا يذبح الكبش حتى يروى من ضمعه ويذبح ابن رسول الله عكسايا عمت عيني غدت تصرخ الزهرة والله عمت عيني غدت تصرخ الزهرة تولي براس ابوها وتجرح حسرة والله هو اتفاق وتشم نحره يا ابو ابراهيم ما تقعد وحاجيك ترى روحي يا ابويا ذابت عليك كنت عزنا وفخرنا ونحتمي بك يا كنت عزنا وفخرنا يحتمي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحق تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه من فضله بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. صدق الله العلي العظيم. وتعجيلا لفرج مولى صاحب العصر والزمان وقبولا للأعمال والمجلس الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجوركم برحيل وبشهادة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا لها من مصيبة ويا لها من رزية وهي من أعظم الرزايا. حديثي في هذه الليلة انطلاقا من هذه الآية المباركة من سورة التوبة، والحديث يكون في محورين. المحور الأول بيان ولو مقدمة بسيطة حول ظروف هذه الآية، والمقدمة الثانية هي بيان أهم الدروس والعبر التي تمخضت من خلال هذه الحادثة أو الواقع. أما بالنسبة إلى المحور الأول مما لا شك فيه ولا ريب يعتريه أن الآية تتحدث عن يوم مر به النبي صلى الله عليه وآله، وبينت الآية أنها ساعة العسرة، تبوك وما أدراك ما تبوك، وهي تعتبر الغزوة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن علمت الإمبراطورية الرومية بنجاح الدولة الإسلامية والانتصارات التي صدرتها الدولة الإسلامية بقيادة النبي صلى الله عليه وآله، وحامل لواء هذه الدولة وهو أمير المؤمنين عليه السلام. تجهز العدو والإمبراطورية الرومية ب40,000 من المقاتلين لكي يتصدوا إلى الدولة الإسلامية،
عندما علم النبي صلى الله عليه وآله جهز جيشا قوامه 30,000 بعد أن دعا المسلمين إلى الالتحاق بهذا الجيش. هنالك من اعتذر من النبي بأسباب مشروعة، وهنالك من أخذ يطلع أو أخذ يتحجج ببعض الحجج على أنه لا يستطيع الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحادثة من أهم الحوادث، لأن الظروف الديموغرافية والظروف السيوجيولوجية بالنسبة إلى هذه المعركة مختلفة عن بقية الغزوات. أولاً قلة الطعام وبعد الطريق وحرارة الجو، بالإضافة إلى عدم توفر رواحل القوم الذين التحقوا بالنبي، يعني كل 10 بدابة، طعام قليل. إذا تلقى لك جندي من أصحاب النبي حصل على تمرة واحدة في اليوم. ظروف قاسية جدا. وتبوك تبعد عن المدينة 700 كيلو متر، يعني مجمل رحلة النبي ذهابا وإيابا 50 يوم، وهي تحتاج إلى مؤونة من أصعب ما يكون. النبي صلى الله عليه وآله أبقى عليا في المدينة، وهذه الغزوة الوحيدة التي لم يخرج بها أمير المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي علم أن هنالك مؤامرة لاغتيال النبي واغتيال الإسلام، فأبقى علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكن هنالك مخطط آخر وسوف يأتي خلال الكلام. عندما أبقى أمير المؤمنين في فراشه وتبددت هذه القضية بالفشل، هنالك مخطط وخطة بديلة عند الذهاب إلى تبوك. هذا أولاً. المحور الثاني، أهم الدروس والعبر التي نستلهمها من خلال هذه الواقعة. النبي صلى الله عليه وآله أولاً، النبي صلى الله عليه وآله باعتباره قائد عسكري ويعلم بظروف الحروب، من شأنه أن يستجمع المعلومات الاستخبارية عن العدو، مكان العدو، العدد، العدة، المؤونة، الميرة إلى آخره، حتى وصلت الأخبار أن هنالك مجموعة من المسلمين، خلي بالك يا ابني، مجموعة من المسلمين يجتمعون في بيت ليهودي من اليهود اسمه سويلم اليهودي، وإقامة كبرى. هذول شنو شغلهم؟ يثبطون عزيمة الناس، لا تشتركوا مع النبي، لا تذهبوا مع النبي، لا تخرجوا مع النبي إلى القتال. هم طريق بعيد وطعام ماكو ورواحل ما موجودة، والنبي ماخذكم للقتال، يقاتلكم، يقتل الناس بكم أو يقتلكم حتى ينهي حياتكم. أخذوا يثبطون الناس. تعليق: عادة المسلم وين يجتمع؟ يجتمع في دار المسلمين أم في دار اليهود؟ اجتمعوا في دار سويلم اليهودي ليتآمروا على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وين يبين لك أنه المسلم يكون يجتمع في دار الإسلام عند المسلمين، ويستشير المسلم، ما يستشير اليهودي ولا النصراني كما فعل يزيد إن صح أنه مسلما. يزيد حينما استشار السير جون وأشار إليه بعبيد الله بن زياد قال له اجعله على الكوفة. بس هذا استشار المسلم ولا استشار النصراني؟ استشار النصراني. النبي صلى الله عليه وآله عندما علم بأن هنالك مؤامرة
ستحاك ما بين الداخل والخارج. ماذا فعل النبي؟ أوصى أو أمر طلحة مع مجموعة من المسلمين على أن يهدموا الدار على هؤلاء. هدموا عليهم الدار. هسه واحد يقول النبي هو نبي الرحمة، هذا التصرف تصرف شعتبر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يهدمون دار ويحرقون دار، اللي فر واللي انقتل. وهو يقول أنا أكره أن أبدأهم بقتال. علي بن أبي طالب يقول أكره أبدأهم بقتال. الحسين يقول أكره أن أبدأهم بقتال. ولكن القضية إذا صارت على المحك هنالك كيان إسلامي أرادوا القضاء على الإسلام وعلى رسول الله، فكان النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يجعل رادعا لهذه القضية. إذا أول قضية على أن النبي صلى الله عليه وآله من خلال جمع المعلومات الاستخبارية علم أن هنالك مؤامرة في بيت سويلم اليهودي. الأمر الثاني، خلال رحلتهم إلى تبوك، وقلنا ما بعد المسافة مروا بمنطقة ثمود وما أدراك ما ثمود، وهم قوم صالح الذين نزل فيهم العذاب، والقرآن يتحدث عنه: ناقة الله وسقياها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الأرض لما مروا بها النبي غطى وجهه ونظر إلى الجيش قال: لا تأكلوا في هذه الديار ولا تشربوا ولا تستخدموا آنيتهم ولا حتى أنهم مروا بأسرع ما يكون في الخطوات في تلك الديار. وتدرون الأراضي اللي ينزل فيها العذاب، وأي عذاب نزل فيها؟ صاح جبرائيل بصيحة واحدة فسواها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فجعلهم في ديارهم جاثمين. انت درس النبي: إذا مريت بأرض فيها نزول عذاب فلا تجلسوا في هذه الأرض استنكارا وخوفا من العذاب. غطى وجهه وقال: لا تأكلوا ولا تستخدموا آنيتهم ولا تشربوا في هذه الديار. وهذا درس روحي الإنسان يكون يستلهمه حينما يذهب إلى القتال. النبي يريد يهذب النفوس. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وآله أوصاهم خلال هالرحلة هاي، قال: لا تخرجوا فرادى، واحد الوحدة لا يطلع. أرض صحراء ورمال ورياح عالية، اللي يريد يطلع يكون يأخذ بزمام أخيه، يلزم بأخوه يطلع يقضي حاجة غير كذا. اثنين من جيش المسلمين خالفوا النبي صلى الله عليه وآله. مخالفة النبي هسه شرعا وعقلا أما مرفوضة. واحد من عندهم خرج لوحده حتى أنه اختنق من شدة الرمال، الآخر خرج فحملته الرياح حتى ارتطم بالحجر والمدر فمات من حينه. النبي قال لهم: أنا مو قلت لكم أنتم لا حجر واحد؟ كل من يخالفه النبي صارت مخالفات. الأمر الثالث، شوف الدروس هذا. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وآله باعتبار يوحى إليه وهو نبي مرسل من السماء قال: لقد ضللت ناقتي. الجماعة تبين الجيش المسلمين بجيش النبي، تدري هالخليط هذا منافق واللي عنده عقيدة متزلزلة وتلقى الإنسان عنده عقيدة رصينة. مختلف المشارب موجود بهالجيش هذا، وساعد الله قلب النبي صلى الله عليه وآله. قال: لقد ضللت ناقتي. الجماعة صارت عندهم فتحركة. أي نبي يخبر عن السماء ولا يدري أين هي الناقة؟ صارت عندهم هزة عقائدية. انت شايف من واحد وكاد يسولف لفت قضية ويقول قال رسول الله كذا وكرامات أهل البيت، يقول: يا معود هسه أنا عقلي ما يستوعب.
يعني نخضع الأمور وين العقول؟ بينما النبي صلى الله عليه وآله يقول إن حديثنا أهل البيت صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. دير بالك، أنت لا تستكثر على رسول الله. رسول الله قال لقد ضللت ناقتي. أنت من تجي تشاور نفسك وتقول رسول الله يخبرنا عن السماء ويخبرنا عن حوادث لم تقع، حوادث المستقبل، ما يدري الناقة وين هي. الجماعة صارت عندهم فتح حركة، قالوا هذا مو نبي، احنا جايين للقتال، هذا مو نبي، اللي ما يدري الناقة وين صايرة ويخبرنا عن حوادث لم تقع ويخبرنا بأمر السماء وبحوادث السماء وبأوامر السماء، هذا مو نبي. لو منا زين لو سأل رسول الله يا رسول الله صدق انت ما تدرون هي الناقة؟ يقول لكم والله ما ادري. وهي مشكلة. تدرون العلم الغيبي اخواني، انا طبعا الحديث ياخذني خالد وما اريد يجرني لان محدد بوقت، بس خصوصا مثل هذه الليالي تحتاج الى مو ليله واحده وليلتين. العلم الغيبي ينقسم الى قسمين: علم لدني وهو علم من الله تبارك وتعالى، يعني ذاتي، علم ذاتي من مختصات الله، انه عالم الغيب، عالم الغيب والشهاده، دنيا واخره وفي كل السماوات الله يعلم. وهنالك علم غيبي تعليمي، علم غيبي تعليمي، الله تبارك وتعالى اعلم النبي واطلع النبي على المغيبات. النبي صلى الله عليه واله كذلك الى علي بن ابي طالب: علمني رسول الله 1000 بابا من العلم يفتح لي من كل باب. هذا شنو؟ علم تعليمي. اللي وقع بهالايهام هذا وهالاشكال على انه ما قدر يميز ما بين العلم التعليمي والعلم الذاتي. العلم الذاتي من مختصات الله. اذا تسال النبي انت تعلم بكل شيء، يقول لك الله اعلم بكل شيء. عالم الغيب لا يطلع على شنو؟ غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. الله يطلع المؤمن، يطلع الرسول، يطلع اهل البيت على هذه العلوم، ولكن العلم المطلق العلم الذاتي عند الله تبارك وتعالى. ضللت ناقتي، انتم ايش فيكم؟ النبي صلى الله عليه واله جمعكم. لهم تعالوا انتم احنا رايحين للقتال وانتم تحجون بيناتكم، انتم شنو ما تعرفون انا نبي مرسل من السماء؟ ان من فيكم من قال كذا وكذا وكذا، ان رسول الله كيف انه يخبر عن حوادث السماء واوامر السماء ولا يعلم اين هي ناقته؟ قال اذهبوا اليها انها علقت بزمام شجره. روحوا لقد اخبرني جبرائيل. اخواني مثل هاي القضيه خصوصا احنا لما نقرا في القران: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعني النبي ما يعلم علم الغيب؟ نعم، علم الغيب الذاتي ما يعلم، ولكن علم الغيب التعليمي الذي اطلعه الله تبارك وتعالى عليه. انت لا تتصور الله تبارك وتعالى ان علم النبي يصل الى علم الله تماما، لا. قل انما انا بشر مثلكم، ولكن اذا اراد الله ان يطلع النبي اكو مانع؟ الله على كل شيء قدير. اطلعه على بعض الحوادث. علي بن ابي طالب بن تقول له انت تعلم الغيب؟ يقول لك والله ما اعلم الغيب. يعني مو مجامله وخاف يثيرون حفيظه الناس، لا، فعلا ما يعلم الغيب، ولكن الله تبارك وتعالى اطلعهم على علم الغيب، العلم الغيب التعليم وليس الذاتي، لان العلم الغيب الذاتي هو من مختصات الله تبارك وتعالى. جابوا الناقه واجوا للنبي صلى الله عليه واله وسلم. زين هذول شو تخلي لهم طيب؟ المجتمع اللي رايح يقاتل مع النبي هو شنو؟ ابدا ما عنده ثقه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. لما وصلوا الى تبوك شافوا الامبراطوريين ما موجودين، الروم وين؟ علموا بان النبي صلى الله عليه واله جاء بجيش جرار.
30,000 هم 40,000. راجعوا أنفسهم قالوا إحنا ما نصمد أمام جيش النبي، وهذول عندهم عقيدة وفتوحات، والانتصارات اللي سبقتنا انتصارات عظيمة. اجى النبي ما لقاهم، الامبراطورية الشريف الحدودي ما موجود به لا جيش، وهذه الغزوة الوحيدة اللي ما صار بها قتال. شنو صار؟ قالوا له يا رسول الله انت جبتنا، الله امرك، لو انت جبتنا من كيفك؟ الشيخ خلصها طبعا. زين قلت لي انت بهيك ناس وتشوف هو اصلا عقيدته مثل ما واحد للاسف تشوفه يروح يذهب الى سيد الشهداء، يروح سيد الشهداء وتعبان، بس تجي للصلاه ما يصلي، للصلاه ما يصلي. نقول له هي عقيدتك فيها خلل، انت المفروض تنشئ صله مع الله تبارك وتعالى ثم تجعل هنالك صله مع الحسين. انت اذا قاطع طريقك ويا الله، احنا ما نقول لك لا تروح للحسين، وروح للحسين والعافيه عليك، وعسى ان يكون في هذا الطريق وفي هذه الزياره هدايه. بس شنو الفائده انا اروح وارد بعد ارجع اكثر مما كنت عليه انا من الانحراف، وهذا مؤلم. قالوا له انت جبتنا لو الله امرك، قال لهم لو الله امرني ما استشارتكم، بس اكيد انا نبي واعرف اقدر المصلحه. قالوا له اذا ما زال احنا سالمين وماكو قتال نرجع. نظر النبي صلى الله عليه واله الى الشريط الحدودي، اكو بعض القبائل متحالفه مع الامبراطوريه الروميه. قال خالد بن الوليد ومجموعه، قال لهم اعرضوا عليهم الاسلام، اذا دخلوا للاسلام فبها، واذا ماكو افرضوا عليهم الجزيه، واذا ما قبلوا يصير قتال. فرضوا عليهم الجزيه، دفعوا الجزيه. رجع النبي صلى الله عليه واله حتى تبدا المؤامره الثانيه. يا مؤامره في مضيق العقبه، لانه المؤامره الاولى فشلت. علي بن ابي طالب بات في فراش النبي صلى الله عليه واله، واجوا لقوا علي في فراش النبي. انتهت المؤامره، قالوا احنا نقتل علي بن ابي طالب ولا نقتل رسول الله؟ اذا قتلنا علي بن ابي طالب احنا ما ننجو من رسول الله. اذا لابد ان تكون الخطه البديله، وهي بالاتصال مع الخارج، خارج المدينه. عند رجوع النبي صلى الله عليه واله من تبوك وصلوا الى مضيق العقبه. مضيق العقبه في الجبل، في منطقه حاده جدا. قالوا علينا ان ننفر ناقه النبي حتى يسقط في الوادي وينتهي الاسلام اسما ورسما. والمؤامره، بس هي المشكله من المتآمر؟ المتآمرون بعض الروايات تقول 12 واحد، بعض الروايات تقول 14 واحد. يذكرهم الشيخ الصدوق في الخصال صفحه 299 عن الامام الباقر عليه السلام، ذكرهم تلميحا او تلويحا لا تصريحا. بس من تجي الكتب السير ما تشوف هاي الاسماء موجوده. يخافون الجماعه يذكرون هاي الاسماء لانها تآمر على قتل النبي صلى الله عليه واله، وهذول صحابه والناس تحترمهم، والاسلام بقيادتهم، والامه الاسلاميه لا تزال تتبعهم. ارجوك هاي شلون يعني النبي شلون كان يتعامل يعني؟ انت لا تستغرب ترى من تشوف اجلكم الله السفائف هاي وهالمستويات الهابطه اللي تحكم الاسلام. الاسلام ليس بيد اهله ابدا. نعم الدوله الاسلاميه اليوم مو بايد اهلها، بايد الفاسدين. ارجوك انت شوف الامه العربيه مو كلها تدين بدين الله تبارك وتعالى، وشوف تسمع الاذان اشهد ان محمدا رسول الله، ولكنهم ينصبون العداء الى رسول الله من حيث يشعرون او لا يشعرون. لا والله يشعرون بذلك. اللي هو يقبل على رسول الله عبس وتولى وما يقبلها على فلان، ارجوك هذا وين خلى يا خان؟ حتى انه تآمروا على انهم ينفرون ناقه النبي في مضيق العقبه عند عودته من تبوك، ويخلص الاسلام ويخلص رسول الله. وهذا التأسيس عجيب غريب، يعني انت لا تستغرب لما المغيرة بن شعبة يقول دخلت على معاوية قلت له يا امير
ألم يبرد غليلك من بني هاشم ومن أتباعهم؟ قال لي اجلس يا مغيرة. قعدت، يقول وقف على راسي. قال لي لقد مات أخو تيم ومات اسمه معه الأول، ومات أخو عدي ومات اسمه معه الثاني، ومات أخونا عثمان ومات اسمه معه الثالث، وهذا ابن أبي كبشة، يقصد النبي، يلقبونه بابن أبي كبشة، وهذا ابن أبي كبشة لا يزال يذكر في اليوم والليلة 5 مرات، لا يبرد غليلي حتى يكون دفنا. أنا إذا ما أقضي على دين رسول الله، وهذا مو رسول الله، اللي معاوية يقول يا محمد لما يسمع الأذان يقول له يا محمد إن لك همة عالية إذ قرنت اسمك باسم الجليل الأعلى. أنت خليت اسمك بالأذان، أنت مو نبي، أنت مو نبي. علي رشيد رضا صاحب تفسير المنام يذكر بالورقات الأولى من تفسير المنام الجزء الأول، يقول راحوا مجموعة من العلماء، علماء أهل السنة، ذهبوا إلى ألمانيا. يقول بألمانيا التقوا ببعض القادة، واحد قال لهم أنتم مسلمين؟ قالوا لي مسلمون نحن. قال لهم ينبغي لنا أن نجعل لمعاوية تمثال في كل ميدان. إحنا لو معاوية عندنا بألمانيا في برلين وغير برلين لجعلنا في كل ميدان تمثالا لمعاوية. قالوا عمتي الألمان شنو علاقتكم بمعاوية؟ قال لا، إن معاوية هو الذي غير ديموغرافية الإسلام وحولها من النظرية الديمقراطية إلى نظرية الاستبداد والبطش. لو ما معاوية كان اليوم الكرة الأرضية كلها مسلمة، كلها تدين بدين، بس هو اللي خلانا احنا ما نصير مسلمين، وهذا الفضل يرجع إليه. مثل هكذا يتآمرون على رسول الله في مضيق العقبة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله كشفه. السماء كشفت. ناقة النبي زمامها بيد عمار بن ياسر، الذي يقودها من؟ حذيفة بن اليمان. عندنا روايتين، رواية تقول أن النبي التفت إلى حذيفة قال له يا حذيفة هل عرفتهم؟ قال بلى. قال سجل أسماء، سجل أسماء. رواية لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حذيفة هل عرفتهم؟ قال لا يا رسول. قال سجل أسماءهم فلان وفلان وفلان وفلان. واحد من عندهم لما رجع كل ما يشوف حذيفة وهو الثاني يسأل حذيفة، يقول له يا حذيفة عظيم والله، أصحاب النبي هذول القلاص. قال له يا حذيفة هل ذكرني النبي مع هؤلاء؟ شو اللي يقول ببساطة لمعمر؟ هم ذكرني؟ حذيفة يحاول أنه يتوارى بالجواب، يتوارى في هذه المسألة. هكذا يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تستغرب على أن النبي على فراش الموت والقوم كذلك يتآمرون. يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة لا تكشفن مغطأ، فلربما كشفت جيفة إن الجواب لحاضر لكنني أخفيته خيفة، فلرب مستور بدا كالطبل من تحت القطيفة، لولا اعتداء رعية ألغى سياستها الخليفة، لرويت لكم من آل محمد جملا طريفة تغنيكم عما قاله مالك وأبو حنيفة، ولقلت لكم إن الحسين قتل في يوم سقيفة، ولأي حال لحدت في الليل فاطمة الشريفة، منها السقيفة انبثقت المصائب هذه. اي نعم، وتشوف يتفاخرون. هذا يكشف من خلال هالحادثة على أن الذي عاصر النبي مو كلهم عدول، مو كل من شاف النبي وحضر مع النبي هو صحابي عادل أبدا. هاي المؤامرات واضحة، النبي صلى الله عليه وآله بين هذه المؤامرات وكشف المخطط، ولكنه لم ينجو من المخطط الأخير حتى يدس له السم على بعض الروايات. ما منا إلا مقتول في السم أو في السيف، وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله على فراش الموت.
بأبي هو وأمي. والقوم أين يجتمعون؟ في سقيفة بني ساعد. أتفاخرون وملء ماضيكم خرافات سخيفة، تركتم النبي على فراش الموت وانتخبتم الخليفة. أهم شيء الكرسي. إسلام رسول الله هذا لا ما ينفع، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله على فراش الموت. علي عند رسول الله منشغلا برسول الله، الحسن والحسين، وكذلك فاطمة بأبي هي وأمي أم المصائب. تتصور فاطمة شلون حالها وهي تنظر إلى أبيها؟ جلست عند أبيها بعد أن أوصى رسول الله علي بابنتي فاطمة. اجت فاطمة عندما وقف أبو ذر عند باب الزهراء قال لها: يا خيرة النسوان، إن أباك يطلبك. تجلببت بجلبابها، لاثت خمارها، جاءت إلى رسول الله، نظرت إليه في تلك الحال، رمت بنفسها على رسول الله. الله أكبر، شلون يوم هذا؟ ولكن النبي ضمها إلى صدره. أقول له: سيدي يا رسول الله، أنت ضمتها إلى صدرك، هذا الصدر راح ينكسر بعد لحظات، هذا الصدر راح يكون مكسور، المسمار سوف ينبت في هذا الصدر، سوف يسقط. لذلك ينظر النبي إلى فاطمة كأني بها وقد دخل الذل بيتها، وانتهكت حرمتها، وغصب حقها، وكسر جنبها، وأسقط جنينها، وهي تستغيث فلا تغاث، وتنادي فلا تجار. أيوة ويلا يوم يا ابويا شده بالي، وعقبك صفت وحش الليل. ترى الأبو يأذي، ها؟ ومثل فاطمة شنو علاقتها؟ أبوها أم أبيها. يا أبويا شده يومك يا أبويا شده، وعقبك صفت وحشا ليالي، وانهدم سور كان عار. قومك يا ابويا تطلب ديون، والله قامك يا ابويا تطلب ديون، وبوجودك فلا يقدروا يقولون، وخلوا حسن وحسين يمشون. يا الباب شنو صار يا رسول الله؟ ماذا فعلت الأمة حتى أن فاطمة عسرت بين الحائط والباب؟ يا الباب لبست الحزن طول الدهر، والله يا الباب لبست الحزن طول الدهر. يا الباب دهون ولا بقى فكر، والله يا الباب نجدك وين محسن وقع. يا الباب يوم العصرة والزهرة زكية، يا يوم العصرة والزهرة يا زكية، ولا ذات ورا الباب اختفت فاطمة، ولا ذات ورا الباب اختفت
فتفاق ولاذت وعصرها المال لهم روى ولا ضايات يا خايب لا جاب انتك ولا ذنب نجلة توسدها الوطير يا ذنب نجلة توسدها يا الوطير خرجت فاطمة خلف أمير المؤمنين عند مقتل أمير المؤمنين يا رسول الله وقت خمارها خرجت بحفنة من صاحباتها ومعها الحسن والحسين فنظر اللعين إلى قنفذ قال يا قنفذ ارجعها قال كيف ارجعها قال اضرب فاطمه وان كانت مر على عبده ضربني من ضربة للقاعدة من ضربة للقاعدة مني لانكسر قلبه ولا رحم لانكسر قلبه ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك يا الله اللهم اشف كل مريض وبالخصوص المرضى المنظورين المعينين يا الله اللهم بحق حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله فرج عنا يا الله اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم عجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان واملأ الأرض به قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا الأخوة الحضور سماحة الشيخ السائلي مشايخنا الكرام اللهم احفظهم يا الله وسددهم واجعل فيهم البركة دائما وأبدا يا الله إلى شرف النبي المصطفى وآله الأطهر وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى من مات على الإيمان وبالخصوص إلى أموات الحاضرين والسامعين والمؤسسين بلغ اللهم الجميع ثوابا فاتحة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد